وإنكم يا عباد الله ستنتقلون من هذه الدار إلى دار لا زوال لها، فنحن نشاهد كل يوم عدداً من الراحلين إلى الدار الآخرة من الآباء والأبناء والإخوة والأحبة والجيران، فالموت حق لا بد من ملاقاته، كتبه الله على الصغير والكبير والغني والفقير، لا يدفعه جاه أو سلطان، ولا يرده مال ولا أعوان، ولا يحول دونه الحجاب ولا الحصون. ولو جعل الله البقاء لأحد من الخلق لكان ذلك لأنبيائه المطهرين ورسله الكرام، وكان أولاهم بذلك صفوة أصفيائه سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الذي هدى الناس إلى صراط الله المستقيم. فالموت حتم لا محيص عنه ولا مفر، وإن تطاولت الآجال يصل إلينا في الحصون المنيعة والقلاع المتينة.